أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله مع حل أسئلة الدرس الثالث ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. ونبدأ بأسئلة القمة بسم الله. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين 4 اختيارات: ألف وباء وجيم ودال. رقم 1، قام الشعب المصري بثورة في مارس 1804 لأسباب، يا ترى أسباب سياسية، أسباب عسكرية، اقتصادية، أم أسباب اجتماعية؟ طبعا احنا قلنا إن الأسباب كانت نتيجة فرض الضرائب الباهظة على المصريين، فكانت أسباب اقتصادية، فنختار رقم ج، أسباب اقتصادية. رقم 2، جاء تأكيد تثبيت خورشيد باشا واليا على مصر من، يا ترى مين اللي تأكد تثبيت خورشيد باشا؟ الشعب المصري أم السلطان العثماني أم محمد علي أم الحامية العسكرية؟ طبعا لا يملك تثبيت أي والي على مصر سوى السلطان العثماني، إن مصر في الفترة دي كانت تابعة ليه، فنختار رقم ج، السلطان العثماني. رقم 3، تشابه موقف إنجلترا في التخلص من محمد علي عام 1806 و 1807 في الاعتماد على، يا ترى كل مرة كان بيعتمدوا على المصريين ولا العثمانيين أم الفرنسيين ولا المماليك؟ طبعا في المرتين كان بيعتمد على المماليك، وشوفنا التابع ليهم اللي هو محمد بيك الألفي، فكانوا المرتين الاتنين اعتماد على المماليك. رقم 4، حاولت إنجلترا عزل محمد علي بطرق، يا ترى إنجلترا حاولت بطرق سياسية واقتصادية، اقتصادية واجتماعية، ولا طرق سياسية وعسكرية أم طرق عسكرية واقتصادية؟ طبعا احنا شفنا ان إنجلترا لجأت في الأول للسياسة لما لجأت السلطان العثماني عشان ينقل محمد علي إلى ولاية سالونيك، ثم بعد كده دخلت عسكريا لما جت حملة فريزر، فنختار الاختيار رقم ج وهو سياسيا وعسكريا. رقم 5، لولا موقف الزعامة الشعبية من فرمان 1806 لأصبح محمد علي واليا في قارة، لو كان الزعامة الشعبية موقفتش محمد علي، هيبقى والي في قارة آسيا أم أفريقيا أم أوروبا أم أستراليا؟ طبعا لولا الزعامة الشعبية، طبعا احنا قلنا ولاية سالونيك دي كانت في أوروبا، فكان اختيار رقم ج أوروبا. رقم 6، أكثر المشكلات التي وقفت أمام محمد علي في تثبيت حكمه في مصر ولم يستطع مواجهتها بمفرده هي، يا ترى إيه المشكلة اللي وقفت قدام محمد علي ومقدرش يواجهها لوحده؟ يا ترى الدولة العثمانية أم إنجلترا أم الزعامة الشعبية أم المماليك؟ يا ترى ايه المشكله اللي وقفت قدامه وما عرفش يواجهها بمفرده؟ طبعا في ناس هتروح تقول لك المماليك، لا، محمد علي هو اللي واجه المماليك لوحده، هو اللي اتخلص من المماليك لوحده، والزعامه الشعبيه نفس الشيء. انجلترا لا، هي المشكله اللي واجهت محمد علي تثبيت حكمه في مصر وما واجههاش لوحده كانت الدوله العثمانيه، لان طبعا الدوله العثمانيه كانت مشكله كبيره جدا انها تقدر تنقله في اي مكان، وبالتالي دي المشكله اللي فعلا اللي واجهت محمد علي في تثبيته في حكم مصر. وطبعا الزعامه الشعبيه لم تترك محمد علي، وقفت معاه الى ايه يعني امام السلطان، وطبعا الى ان تم تثبيته في حكم مصر. رقم 7، أصبح محمد علي يملك قرار نفسه في حكم مصر خاصة بعد، يا ترى إمتى محمد علي بقى يملك قرار نفسه في حكم مصر؟ بعد التخلص من المماليك أم نفي عمر مكرم أم في القضاء على حملة فريزر أم تأكيد الدولة العثمانية ولايته؟ طبعا يعني الأكتر اختيارات ممكن نفكر فيها هي تخلص من المماليك ونفي عمر مكرم، بس هنا هقول حاجة في تخلص من المماليك، هو المماليك كانوا بيدخلوا في حكم مصر؟ لا، مفيش الكلام ده، فبالتالي لما كانوش بيمثلوا خطر لمحمد علي أو قرارات تانية لمحمد علي، فاللي كان ممكن ليهم كلمة مسموعة هم الزعامة الشعبية، فمحمد علي أصبح يملك حكم مصر وقراراته هو اللي بياخدها بعد نفي عمر مكرم 1809. السؤال الثامن في الاختياري، كان عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي 1805 طبعا انتصارا لإرادة يا ترى العثمانيين أم المماليك أم المصريين أم الإنجليز؟ طبعا هيكون انتصار لإرادة المصريين اللي اختاروه في بيت القاضي أو دار المحكمة، فده اللي حصل. إيه العلاقة؟ السؤال الثاني، ما العلاقة بين الزعامة الشعبية وتولية محمد علي الحكم؟ إيه العلاقة بين الشيئين دول؟
فهنقول طبعا كان للزعامة الشعبية، واحنا قررنا احنا دايما نأكد ان الكلمتين في جملة مفيدة والعلاقة بينهم. كان للزعامة الشعبية دور كبير في تولية محمد علي الحكم، حيث اجتمعوا في دار المحكمة وقرروا تولية محمد علي وعزل خورشيد باشا. فدي العلاقة بين العنصرين دول. السؤال الثاني، ما العلاقة بين محاولة نقل محمد علي من مصر وحملة فريزر 1807؟ هنقول والله نتيجة لوقوف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي ورفضهم نقل إلى ولاية سالونيك ورضوخ السلطان العثماني لهم، توترت العلاقة بين السلطان العثماني وإنجلترا، مما أدى لإرسال إنجلترا حملة فريزر إلى مصر. فالسبب إن هم أرسلوا إن العلاقة ساءت بين السلطان العثماني وبين الإنجليز، وبالتالي أرسلوا حملة عسكرية لاحتلال مصر بالقوة. السؤال اللي بعد كده السؤال الثالث، ايه العلاقة بين العهود والمواثيق التي أعطاها محمد علي في بداية ولايته والقضاء على الزعامة الشعبية؟ ايه العلاقة بين ده وبين القضاء على الزعامة الشعبية؟ هنقول ايه؟ فنقول إن القيود التي فرضتها الزعامة الشعبية على محمد علي عند اختياره وليا على مصر كانت أحد الأسباب التي أدت إلى رغبة محمد علي في القضاء على الزعامة الشعبية والانفراد بحكم مصر. في القيود دي هي دي السبب إن محمد علي كان عايز يتخلص من الزعامة الشعبية. السؤال الرابع، إيه العلاقة بين المماليك وحملة فريزر؟ فنقول إن إنجلترا أرادت عزل محمد علي وتولية أحد حلفائها من المماليك لضمان سير مصالحها في مصر. إن إنجلترا أرادت عزل محمد علي وتولية أحد حلفائها من المماليك لضمان سير مصالحها في مصر، لذلك قامت بإرسال حملة فريزر عام 1807. السؤال الثالث، اثبت صحة أو خطأ العبارة التالية: اختلف موقف محمد علي مع الشعب المصري قبل وبعد توليه الحكم. فطبعا هتكون العبارة صادقة أو العبارة صحيحة، حيث تقرب محمد علي للشعب المصري وكسب ودهم وثقتهم قبل توليه للسلطة، لكن بعدها قام بعزل القادة منهم ونفي بعضهم مثل ما فعل مع عمر مكرم 1809. السؤال الأخير اللي معانا، لماذا لم ترسل بريطانيا حملتها العسكرية إلى مصر عقب خروج الحملة الفرنسية مباشرة؟ وهنا يعني في رأيين في وجهة نظري. فمن الممكن أن إنجلترا خافت أو خشيت إنجلترا أن يكون مصير الحملة الإنجليزية نفس مصير الحملة الفرنسية، ولجأت إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع السلطان وتمكن من مصر بأساليب الدبلوماسية أو بالأساليب يعني سياسية عن طريق علاقتها بالسلطان العثماني وتمكين المماليك زي محمد بيك الألفي. ده أول يعني رأي. الرأي الثاني إن إنجلترا بالفعل كان ليها قوة عسكرية أخرجت الفرنسيين من مصر وظلت في مصر حتى 1803، فهي ما كانتش محتاجة إنها توجد قوة عسكرية، إنها بالفعل تلكأت لغاية صلح إميان 1802 وخرجت القوة العسكرية الإنجليزية 1803. فإنجلترا من الواضح كده إنها كانت تريد البقاء في مصر بهذه القوة العسكرية وكانت ممكن تزودها كمان، فده اللي حصل. لكن صلح إميان بينها وبين فرنسا اللي اتعقد صلح إميان أجبرها إنها تسحب قوتها في مارس 1803. فالرأيين دول يعني مرجحين الاثنين، إن ده سبب إنها ما أرسلتش حملة عسكرية، لا إما إنها كان بالفعل في قوات عسكرية هنا ومشت من مصر مارس 1803، أو إنها خافت إن يكون مصير الحملة العسكرية زي مصير الحملة الفرنسية، وأقامت علاقتها بقى مع السلطان العثماني عشان تتمكن من مصر بأساليبها السياسية. وبكده أبناء الطلبة والطالبات نكون انتهينا من درس الثالث اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.